مساء الخير، معكم وسام بن عبد الله، عمري 37 سنة، مترشح على عماد التنيور من معتمدية ساقية الزيت. نخدم محرر قروض بشركة لتمويل المشاريع، ومراسل صحفي بجهة صفاقس، عضو هيئة مهرجان تنيور بالشيحية، عضو سابق بالشبيبة الرياضية بالشيحية، ونشط بالمجتمع المدني. صغري عديت في دار الشباب اللي علمتني وربتني على برشا حاجات كانت اليوم سبب في النجاحات اللي وصلت لها. الهدف متاعي اليوم من الترشح أني نخدم المنطقة متاعي أكثر من اللي خدمتها قبل، ونكون قريب من أهلها لتوفير كل ما يطلبوه. الأهداف المرسومة في البرنامج الانتخابي هي العمل على تحسين الخدمات العمومية للمواطن، وتحسين البنية التحتية والنقل، مع العمل على تحسين ميزانية النوادي والجمعيات الرياضية والثقافية والصحية والاجتماعية والتعليمية، بما أنهم يعانون من قلة الموارد. العمل على توفير بيئة سليمة والحد من ظاهرة قطع الماء المتكرر على المنطقة. العمل على تحسين شبكة النقل العمومي لمنطقة بير عباس، وتوفير فضاءات ثقافية ورياضية وترفيهية بعد التشاور مع الجهات المختصة. العمل على إحداث منطقة صناعية جديدة في المرجع الترابي التابع لتنيور لتوفير موطن شغل للشباب، وحثهم على الاستثمار لبعث مشاريع صغرى في المنطقة مع إيجاد حلول مادية مع أهل الاختصاص. العمل على تأطير الأطفال والشباب وإعادة إحياء الأنشطة الثقافية والترفيهية في دور الشباب والكشافة والمدارس والمعاهد، من خلال بعث مسابقات ثقافية بين الأقسام لتنمية المهارات والقدرات النفسية والحد من ظاهرة الانحراف. في الأخير نتمنى أني نلقى كل الدعم من أهلي وأصحابي وأحبابي في عماد التنيور باش نحاولوا ننهضوا بالمنطقة متاعنا، ونتمنى أنه الإقبال يكون كبير يوم الانتخابات باش نختاروا مصير جهتنا. نعول عليكم أنكم تصوتوا لي الرقم 2 وسام بن عبد الله يوم الانتخابات، والسلام عليكم.